اعطوني شباب التغريدات، تغريدات الاعلاميين السعوديين. شوي خلينا نشوف ايش قاعد مسوين، صار لهم يومين ثلاثه ايش قاعد يكتبون. هذين الاوبر التخدير يعني مو علينا حبايبنا للمملكه. اعطيني التغريدات خلينا نشوف ايش كتبوا وايش قالوا. شو مسولفين. حبيبنا وليد الفراج يقول غدا سيلعب العراق كما لم يلعب منذ سنوات، سيقدم اسود الرافدين كل ما لديهم للعبور الى بطاقة ملحق المونديال. انهم يشعرون بضغط الارض والجمهور والفرصة الوحيدة. ارجو ان يفهم صقور الاخضر هذا الامر ويتعاملوا مع المباراة بذكاء وحماس، والاهم بروح رجل واحد. الله ينصر اسود الرافدين. يلا احنا عم اخضر. زين احنا عم اخضر. احنا عم اخضر. زين خلينا نشوف التغريده الثانيه ايضا الاعلامي عبد العزيز احمد، ويقول باكر مباراه مفصليه ونعول على الله ثم على صقورنا والجمهور في كل المناطق بالدعم والحضور. وايضا يقول سوف يجعل الاهداءات مناصفه، ما اعرف مسوي مسابقه يبدو جماهيريه. التغريده الثالثه لو ملحق على تغريدة يونس قبل شوية مغرد. اي والله ما شفت اذا موجوده يحطون. اعطونا الشباب التغريده الثالثه شنو مال منو؟ زين. المدرب السابق للمنتخب السعودي، المدرب السابق للمنتخب السعودي محمد الخراشي يقول خطأ محمد كنو، يؤكد انه يلعب دون تركيز او حضور ذهني داخل الملعب، والحمد لله كانت العواقب سليمة وعدت المباراة على خير وغيابه ليس مؤثرا. يقول كنو غيابه مو مؤثر مع العراق. اوكي اعطيني اللي بعده يا شباب. هاي نفسها شباب، قمتوا ترجعوا لي على البق. اعطيني اللي بعدها. معجبين بهاي التغريده. نقدر نعلق؟ زين هسه قبل ما تجي الثالثة. خليك تعلق يا ابو احمد. لا قبل الثالثه. كل شيء زين المريسل شوفوا اللي مريسل يقول لعبه الضغط الاعلامي لعبتنا، والله والنعم عاد منكم احنا ما قالين غلط. ولعبه الدعم المعنوي لعبتنا، ولعبه التعاون مع من يستفز لعبتنا. الجمهور السعودي لا احد يقلل منه، ومن يقلل من دعمه عليه يتحمل الرد. حينها يقول جمهورنا كلمته فثق ان صداها سيصل الى ابعد مدى لهذا الرد في الجوهره. والله عبد العزيز حبيبي ما ابدا يعني ما حد مقلل هذا اللي. وايضا احمد الفهيد، طيري احمد الفهيد. احمد الفهيد ايضا يقول خضراء مبهج فوزها غدا. الله لا يسمع منك طبعا، لكن عدم تاهل هنا أنا متخوف الاخ منتخبنا الى نهائيات كاس العالم. لماذا هذا امر طبيعي لو حدث، ولماذا في نفس الوقت هو كان. انا خلي اعلق. انا اتفق تماما مع اللي قاله مريسل. الجمهور السعودي لا تستفزه. سؤال او هذا رد. كل من ظهر خلال اليومين الماضيين اعلامي عراقي او غيره وقال الجمهور السعودي ما يحضر، وقال الجمهور السعودي زعلان، وقال اقول له روح اتعلم اعلام ابني قبل ان تطلع تسولف. والله عين روح اتعلم اعلام وشوف الدوري السعودي وشوف الجمهور السعودي من يتواجد بالملعب. اما انت تطلع على اساس يعني قاعد تسوي بروباغندا. عم العبوا غيرها. هاي مو صحيحه. اي جمهور سعودي يتحدثون عن مباراه اندونيسيا الملعب فل الا في اماكن قليله. فكل من يقول لكم الجمهور السعودي ما راح يحضر اليوم قولوا له انت كذاب. راح يحضرون، راح يحضرون بقوه. فلا تحاولون يعني على اساس يعني تستفزون الجمهور السعودي، مو بهاي الطريقه، ولا تستفزون المنتخب السعودي. انت قاعد تلاقي منتخب عظيم، منتخب كبير، قاعد تلاقي قطب من اقطاب اسيا، قاعد تلاقي منتخب متاهل 6 مرات الى كاس العالم، قاعد تلاقي منتخب على ارضه وجمهوره واحتمالين و كل الامور هاي قاعد تلاقيها. فانت مال تواجهه بكلام هاي مال الناس بالروضه بعدهم. والله بعد ناس بالروضه. فمو بهاي الطريقه يا حبيبي تحاول تصنع راي عام، ابدا مو صحيح. لازم تقول المنتخب السعودي منتخب شرس،
قوي، منتخب كبير، منتخب مونديالي، عنده نجوم وعناصر واسماء مهمه وعنده مدرب تعلم، تفوز عليه راح يصير العيد بعيدين، العيد بعيدين، وهاي الها رجالها والها اسودها داخل الملعب.